طب هم قالوا ان هو كان دجال وان هو مش عارف كان بيعمل لها سحر وحاجات كده، ده حقيقي ولا ايه؟ هو كان مشهور بالدجل هنا، يعني ناس المريضة كان بيجي عندها، بس هو اصلا يعني دجال يا فندم، يعني لا بيعالج ولا حاجة، بس هو كان ده السبب اللي عرف يخش لها منه يعني. ازيكم؟ النهارده جايب لكم قصه من الشارع المصري، والحقيقه ان القصه دي هي من اصعب وابشع القصص اللي انا قريتها وكتبتها، فبنصح اي حد قلبه ضعيف او ما بيحبش الفيديوهات دي ممكن يقفل الفيديو. اما لو عايز تعرف التفاصيل فد لايك للفيديو واشترك في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. قصة النهاردة حصلت في 2019 في مصر، في محافظة الجيزة وبالتحديد منطقة الطلبية. كان في عيلة حالتهم المادية صعبة شوية، أو يعني خلينا نقول على قدها. العيلة دي كانت بتتكون من أب وأم، الأب اسمه أسامة والأم اسمها عبير، وكان معاهم وقتها ولد وبنت. الولد كان صغير شوية بس البنت وقتها كان عندها 12 سنة. المهم في يوم من الأيام حصلت مشكلة في الصرف الصحي اللي كان في بيت أسامة، وكانوا طبعا وقتها عاوزين سباك عشان يحل المشكلة دي. أسامة كان شغال مندوب وكان طول اليوم بره البيت. وقتها بقى ما كانش غير فيه حل واحد، والحل ده ان هو يرن على السباك ويديه عنوان البيت بتاعه، وبعدين السباك يروح علشان يصلح الصرف في البيت. أسامة رن وقتها على سباك كان يعرفه، وبالفعل السباك سمع المكالمة دي وراح البيت علشان يصلح الصرف. أول ما راح البيت فتحت له مرات أسامة اللي هي عبير، وكان معاها وقتها الولد والبنت. السباك مسك المعدة بتاعته وشاف المشكلة فين وبدأ يشتغل فيها. بدأت وقتها عبير تتكلم مع السباك، كلمة من هنا على كلمة من هنا. الحوار طول معاهم وفضلوا يحكوا مع بعض. فضلت عبير وقتها تحكي له ان هي حالتهم المادية مش حلوة وان جوزها على طول بره البيت. طبعا بعد ما كلمت السباك ارتاحت له شوية وبدأت تحكي له كل حاجة بالتفصيل. فضلت تشكي له من بيتها ومن المسؤولية، كأن حد يقرب لها وان ده مش حد غريب جاي يصلح الصرف ويمشي. عيد وقتها قال لها شكلك معمول لك سحر وانا اعرف في الكلام ده وممكن افكه. فعبير قالت له خلاص ماشي، يا ريت تحل الموضوع ده. وقتها اخدوا ارقام بعض وفضلت ترن عليه وهو يرن عليها ويكلموا بعض في عدم وجود جوزها. بعدها عيد اعترف لعبير ان هو بيحبها، وهي برضه كمان حنت له وقالت له ان هي بتحبه. شويه بشويه الكلام بدا يحلو معاهم، وقال لها كده ما تطلقي من جوزك وتيجي تعيشي معايا. فعبير فكرت في الموضوع كده وقالت له لا، نأجل الموضوع ده شويه. وبعدها استمرت العلاقه اللي بينهم والكلام اللي بينهم ده لمده سنه تقريبا. وكمان العلاقه اتطورت لدرجه ان عيد بقى يجي لها البيت كل يوم، يعني جوزها يطلع من هنا علشان يشتغل ويطلع عينه ويصرف على عياله وهي تعمل كده من وراه. الغريب بقى في الموضوع ان اطفاله وقتها كانوا شايفين كل ده، بس هم علشان كانوا اطفال ما كانوش فاهمين اللي بيحصل، وكانوا بيسالوا امهم هو ليه عمه بيجي كل يوم على البيت. فكانت بتقول لهم ان هو بيجي يصلح حاجه في الصرف وكده. وبما انهم اطفال فاتغاضوا عن الموضوع وما بقوش يسالوا امهم تاني. رجع عيد وقتها يقول لها اتطلقي من جوزك وانا وانتي نعيش مع بعض ونربي العيال. فعبير فكرت في الاول كده ووافقت، لكن بعد شويه غيرت رايها. وفي يوم رنت على عيد كده وهي متضايقه جدا من اللي بتعمله، وقالت له انا مش هعيش في العلاقه المحرمه دي. فعيد لما سمع الكلام ده اتجنن وقتها وقال لها ايه اللي بتقوليه ده؟ هو بالسهل كده نتكلم سنه مع بعض ونحب في بعض وفي الاخر تقولي لي انا مش هكمل في العلاقه دي؟ فردت عليه وقتها عبير وقالت له ايوه انا مش قادره اكمل في العلاقه دي وحاسه ان انا بعمل حاجه حرام، وجوزي بصراحه بيتعب وبيشقى. قال لها انت كده بتدمريني وانا مش هسيبك في حالك عشان غيرت رايك. بعدها عيد كان بيتصل على عبير على طول وبيهددها ان هو ممكن يقتل بنتها او يخطفها. وعبير وقتها كانت بتقفل في وشه وتقول ده بيقول اي كلام وخلاص ومش هيعمل حاجه. ولكن في سنه 2020 الساعه 6 عبير اختفت الساعه 12 الظهر. ابوها رجع من الشغل بعد العصر وما لقاش بنته فجر في البيت، فسال عبير كده هي فين فجر؟ قالت له بعتها تجيب شويه حاجات كده من السوبر ماركت وجاي على طول. عدت ساعه وبعدها ساعتين وبعدها 3 ساعات وفجر لحد الان ما رجعتش البيت. فابوها استغرب وسال عبير تاني، فقالت له اكيد وهي بتجيب الحاجات من السوبر ماركت شافت العيال بتلعب تحت فلعبت معاهم. ابوها قلق لان وقتها كانت جت الساعه 7 ولحد الان فجر لسه ما رجعتش البيت، فراح علشان يدور عليها تاني. وللاسف لما نزل وسال عليها صحابها قالوا له ان هم ما شافوش فجر من الصبح. ساعتها بقى اسامه اللي هو ابو فجر رن بسرعه على اخوه وقال له الحقني انا مش لاقي فجر. وصل عمها وقتها وقعدوا يدوروا عليها في كل مكان وبرضه مش موجوده. فاضطروا وقتها بقى ان هم يعملوا بلاغ في اسم شرطه الجيزه. كتبوا في البلاغ وقتها ان فجر راحت تجيب حاجات من السوبر ماركت الساعه 12 الظهر وبعدها اختفت وما ظهرتش تاني. ساعتها بقى الضابط سال امها وقال لها انت بعتها فين؟ قالت له انا بعتها للسوبر ماركت اللي تحت الساعه 12 الظهر وراحت وما رجعتش تاني. بدأت الشرطة تحقق في الموضوع وراحوا الشارع اللي كان فيه فجر وفرغوا كل الكاميرات بتاعت المحلات اللي في الشارع ده. ساعتها الشرطة عرفوا يوصلوا لأول حبل في القضية.
بعد ما فرغوا الكاميرات اكتشفوا ان في توك توك تحت البيت كان مستني فجر، وهي ركبته ومشيت على طول. ولما الشرطه قربت الصوره من التوك توك ده كانت الصدمه، اللي كان راكب التوك توك ده بقى وسايقه هو عيد السباك. عبير الام وقتها اتصدمت وفضلت تصوت اول ما شافته. الظابط لما شاف عبير بتصوت قال لهم انتوا تعرفوا الراجل ده ولا ايه؟ عبير وقتها طبعا اعترفت بكل حاجه، وقالت ان الراجل ده اسمه عيد، وهو ده السباك اللي كان جاي يصلح الحاجات في البيت، وانا كنت في علاقه معاه لمده سنه كامله. وقالت كمان ان هو هددها ان هو هيخطف بنتها او يقتلها، وكانت فاكره وقتها ان عيد بيقول اي كلام وخلاص. كمان وقتها في التحقيقات عبير قالت حاجه غريبه جدا، قالت ان بنتها ما كانتش رايحه تشتري من سوبر ماركت ولا حاجه، ده عيد رن عليها وقال لها انزلي يا فجر انا جايب لك تليفون جديد هديه. فانا وافقت انها تنزل تاخد التليفون علشان البنت كانت مبسوطه وما كنتش عايز اكسر فرحتها، وما كنتش عارفه ان هو ممكن يغدر بطفله. فالظابط استغرب وقال لها يعني هو بعد ما هددك ان هو هيخطف بنتك او يقتلها برضه تخليها تنزل؟ فقالت له انا ما كنتش اعرف، انا افتكرته بيقول كده وقت عصبيه. الاب طبعا وقتها كان واقف مصدوم بين مصيبتين، مصيبه ان مراته كانت بتخونه، ومصيبه كمان ان بنته اتخطفت وممكن تكون اتقتلت. الشرطه وقتها كملت تحقيقات وعرفوا يوصلوا لبيت عيد ويقبضوا عليه. عيد بعد ما مسكته الشرطه اعترف بكل حاجه، وقال ان هو كان في علاقه هو وعبير، وقال كمان ان هو كان بيروح لها البيت وجوزها ما كانش موجود، وان من شهر ونص قالت له احنا نقطع علاقتنا مع بعض. وقال كمان انا لما قالت لي كده حبيت انتقم منها واكون سبب في خطف بنتها فجر، لان هي كانت اكتر حاجه بتحبها. فحكى يوم الجريمه وقال انا جيت بتوك توك، واول ما جيت بيه كلمت فجر وقلت لها ان انا جايب لك تليفون هديه، وهي طبعا وافقت ونزلت على طول. بس بعد ما نزلت ضحكت عليها وقلت لها انا نسيت التليفون عند واحد صاحبي فاركبي ويلا بينا نجيبه، وركبت معايا وضحكت عليها بكل سهوله. وافقت فجر، واول ما ركبت معايا التوك توك اخدتها ورحت عند مخزن عند واحد صاحبي، وصاحبي كمان كان مستنيني هناك. كنت مجهز وقتها بقى كل حاجه علشان اقتلها واتخلص من جثتها بكل سهوله، وفعلا ده اللي حصل. اخدتها وبعدين خنقتها لحد ما طلعت في روحها. ومش كده وبس، ده انا بعد ما قتلتها حطيتها في برميل مليان بماده الاسيد الكاويه علشان لحمها كله يتحلل وما يفضلش منها غير العظم. بعد ما تحلل جسمها خدت العظم في كيس واخدت لبسها وبعدين حرقت فوق السطح. يعني انا بصراحه ما شفتش ابشع من كده جريمه ولا شفت اغزر من كده قلب. بعد ما خلصت الشرطة تحقيق مع عيد راحوا المخزن اللي كان فيه الجريمة، وبالفعل لما راحوا لقوا دم فجر في المكان. وبعد كل التحقيقات دي اتحكم على عيد وصاحبه وقتها بالإعدام، وكمان طلع عم الطفلة وقتها وحكى كل حاجة بالتفصيل في برنامج تلفزيوني. حضرتك عم الطفلة، انتوا كنتوا فين لما حصلت الجريمة دي؟ والله حضرتك باختصار شديد كده، يعني هو لسه اخويا والد الطفله معزل في المرضيه من قريب من حوالي 16 يوم. تمام. من سكان بلد دكور يعني. فكان يوم الاحد اللي قبل الماضي اتصل بيا قال لي بنتي مش موجوده، بنتي اختفت. وطبعا ما صدقناش، ما يمكن عشان منطقه جديده ولا حاجه في تاهت او حاجه زي كده. بس فضلنا ندور على الساعه 8 بالليل مفيش، وطلعنا الاسم عملنا محضر بخطف يعني. طب هل اخوك منفصل عن مراته؟ لا ابدا يا فندم، تزوج بقاله 21 سنه. بقالهم متجوزين 21 سنه؟ نعم. يعني هو مقيم معاه في نفس البيت؟ بالظبط. طب ازاي وهم قالوا ان اللي اغتصبها ده كان على علاقه غير مشروعه بوالدتها؟ ما هو ده اللي اعترف بيه القاتل الجاني، واللي هي اكيد اعترف بيه دلوقتي، لانها ما زالت في محبوسه عزيمه التحقيق يعني. والتحقيقات بالفعل قالت كده بادله قدمتها النيابه ورفعنا على اساسها قضيه زنا يعني. يعني تسجيلات النيابه هي اللي اظهرت الخيانه، مش اخوك اللي اكتشفها؟ لا يا فندم خالص، النيابه هي اللي وضحت بادله ان في علاقه غير شرعيه بين القاتل وبين الزوج. طب هم قالوا ان هو كان دجال وان هو مش عارف كان بيعمل لها سحر وحاجات كده، ده حقيقي ولا ايه؟ هو كان مشهور بالدجل هنا، يعني ناس المريضه كان بيجي عندها، بس هو اصلا يعني دجال يا فندم، يعني لا بيعالج ولا حاجه، بس هو كان ده السبب اللي عرف يخش لها منه يعني. طب علاقته الاسره بيه بقى لها سنين طويله؟ مش علاقه الاسره، هي علاقتها هي والولد والبنت فقط، يعني الاب لا يدري شيء عن هذه العلاقه خالص. اخوك بيشتغل ايه؟ اخويا بيشتغل مندوب مبيعات. مندوب مبيعات، يعني وقته كله في الشارع. طبعا حتى لما بيخلص وقت الشركه بيكمل تاني عشان يواكب مطالب الزوجه والاولاد وكده. طب الام دلوقتي حالتها ايه؟ الام في مستشفى دلوقتي، النيابه حولتها مستشفى صحتها يعني. طب هي بعتت البنت الصغيره للراجل ده ازاي، ولا هو خطفها ازاي؟ هي اولا دي ما كانتش اول مره، كانت اعتادت ان هو ياخد الولد والبنت ويجيب لهم هدايا فكان الامر ده في غياب اخويا كان عادي بالنسبه لهم. طبعا احنا ده شفناه يوم الاحد
لما لقيت بسال الاولاد والبنات اللي كانوا بيلعبوا مع البنت امم. في المنطقه هناك، فلقيتهم قالت راحت عند خاله. يا حرام. ولما التليفون اتفتح خليت ابن اخويا يكلمه، فقالوا ازيك يا عم عيد. فده دليل ان كان في علاقه اصلا بقى فتره كبيره. طب ابن اخوك دلوقتي عامل ايه بعد ما اخته ماتت واكتشف ان امه يعني؟ والله يعني الكل ضاع والله. اخويا برضه في المستشفى ومتغير الوعي، ابن اخويا طبعا مش مصدق، صدمات كبيره جدا على سنه وعلى وضعه، فالامر كان صعب جدا. هي بصراحه ضيعتنا كلنا. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ربنا يحفظنا ويحفظكم من كل الحاجات اللي بتحصل دي. اشوفكم في فيديو جديد وسلام عليكم.